16 برو ولا 13 برو ماكس؟ سؤال جبار، سؤال معرفش ازاي جالك قلب تسأله. هقول لك دلوقتي الفرق ما بين ال 16 برو وما بين ال 13 برو ماكس، ركز معايا. 13 برو ماكس ناس كتير قوي بتحبه، بيقدم معاه الغرض. عندك تصوير كاميرا ممتاز، بورتريه، فيديوهات، كاميرا أمامية، كاميرا الخلفية. البطارية بتاعتها ممتازة، حجمه كمان ممتاز 6.7، المعالج بتاعه A15 بايونيك. الجهاز كويس جدا ومن أحسن وأكتر الأجهزة اللي حققت مبيعات في أبل هي 13 برو ماكس. في ناس لحد دلوقتي تقول لك 13 برو ماكس ده أفضل جهاز نزل من أبل. عيوبه عيب صناعة مشهور ومعروف فيه جدا، اللي هو بيجيب بقع سودا في الكاميرا الخلفية بتاعته في البورتريه، والشاشة بتاعته ساعات بتجيب مرة واحدة لون أخضر وبتبقى محتاج اللي هي تتغير الفلاتة بتاعتها. إنما هو جهاز محترم جدا جدا جدا. الجهاز فيه نوتش مش دايناميك ايلاند زي ال 16 برو. زرار السايلنت بتاع الجهاز هو عبارة عن زرار مش زر اكشن زي ال 16 برو. معالج ال 16 برو هو A18 برو بايونيك سداسي النواة، اسرع بنسبة 40% من ال 13 برو ماكس. اسرع في كل حاجة معاك في الجهاز، في استجابة التاتش، في استجابة الجهاز، في استجابة دخول التطبيقات والخروج منها، في الالعاب وفي الجرافيك وفي كل حاجة. عندك طبعا حجم ال 16 برو هو 6.27، يعني بتتكلم في 6.30، حجمه قريب جدا ما بينه وما بين ال 13 برو ماكس. عندك هنا بقى النوتش بتاع ال 16 برو، هو ما بقاش يعني النوتش الحروف السوداء هي عبارة عن بقت حاجة خفيفة جدا وقلت بنسبة كبيرة عن ال 13 برو ماكس. عندك فوق ما بقاش فيه نوتش في الشاشة، بقى عبارة عن دايناميك ايلاند تقدر تتحكم فيه، في شكل الميوزك، في الاتصال، في كل حاجة بتتحكم فيها. عندك طبعا زر الاكشن، عندك زر خاص بالكاميرا الخلفية، يعني تقدر تفتح الكاميرا الخلفية بالزر لوحده، مش هتضطر تخش في التطبيقات وتفتح الكاميرا زي ال 13 برو ماكس. عندك تصوير الفيديوهات بدقة 4K لحد 120 هرتز، بتتكلم في حاجة كده عملاقة. في ناس بتصور بيه فيديوهات وأفلام وكليبات وكل حاجة. عندك فيه كمان الصوت بتاعه، تقدر النهاردة اللي انت تتحكم فيه تصوير سينمائي، بودكاست. في الجهاز ده فيه 4 مايكات، يعني تقدر اللي انت تصور بيه بودكاست ممتاز ممتاز ممتاز. مش موجود في 13 برو ماكس. عندك ال 16 برو مميزات الذكاء الاصطناعي كلها موجودة وبتدعم ال 16 برو، يمكن اكتر من ال 15 برو ماكس كمان. فالمميزات الذكاء الاصطناعي كلها موجودة في ال 16 برو طبعا، يعني مش موجودة في ال 13 برو ماكس. المايكات، التصوير، البطارية بتاعته ممتازة. طبعا الجهاز مصنوع من التيتانيوم. بتتكلم في فرق شاسع ما بين ده وما بين ده. بس هي بقى الفكرة هنا في احتياجك للجهاز. انت محتاج 16 برو تشيله عشان شغلك محتاج اللي انت تشتغل عليه ذكاء اصطناعي كتير. شغلك محتاج اللي انت هتصور بيه حلقات بودكاست او هتصور بيه تصوير عالي، ومحتاج اللي انت تصور بيه حلقات خاصة بيك انت كيوتيوبر او كتيك توك مثلا، ومحتاج عزل مايكات اكبر. ولا مش محتاج كل الكلام ده، وكل الكلام ده بالنسبة لك هيبقى بروباجندا على الفاضي، وهتبقى عاوز تشيل الجهاز كأنك شايل اخر اصدار فقط؟ ولا ايه بالظبط؟ لان ال 13 برو ماكس هيقدم معاك نفس الغرض، كتصوير محتوى، كأداء، ككل حاجة. فدي بقى هترجع لاحتياجك للجهاز، انت محتاج ده او محتاج ده، لاحتياجك الشخصي للجهاز، مش انك تبقى شايل اخر اصدار وخلاص. بس كده انا قلت لك الفرق ما بين ده وما بين ده.